يا مساء النور، يا مساء الخيرات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا ملاح وعلى خير. رجعت لكم بفيديو جديد، سلسلة الروتينات والتحفيزات والنشاطات اليومية. راح نشارك معكم هنا طريقة في العدس، بما اني اول مرة نديرو في داري. هنا وش راح ندير كمية من اللحم، كزبر، حبة بصلة مسكرفجة في الرقيق، وكمية من الثوم. وراح ندير انا زرودية مسكرفجة على خاطرش راجلي ما ياكلش زرودية، اما لا بروفيتي ندخل هكذاك هذيك الزرودية في العدس باش ياكلها. تقدروا تقطعوها مربعات، وشوية تاع زيت ونخليهم يتقلاو مليح، ومن بعد نجيب كمية من العدس. راح نغسلها شحال من خطرة ونضيف هذاك العدس ونخليهم يتقلاو مليح مليح في قرضهم يتقلاو، وهذيك البصلة تطلق لي الماء تاعها. بعد ما تقلاو لي وكاع راح نجي التوابل. هنا نضيف انا عود الاصفر يعطي واحد اللون مع العكري، لون يهبل. ونزيد كميه من الكمون والملح، ونمرق بما سخون. كي نمرق بما سخون ما نخليش الكيكوطه تاعي ما نسكرهاش كي تقلى باش نسكرها. ومتالي في الاخير كي طيب لي كاع راح نزيد انايا الطماطم. هذا العدس راح يسهل على الخدامات تاع فيت. هنا واش راح نديرو مطلوع. شوفوا مطلوع ناجح 100%. نجيبو لاشوا نديرو 2 كيسان تاع السميد الرطب، راح ندير ملعقه تاع خميره الخبز، ملعقه تاع سكر، وزوج كيسان تاع الماء، ونخلطو مليح مليح في هذاك لاشواغ. هنا هذا المطلوع ناجح 100%. نجيب القصعه نتاعي نزيدها كميه من الفرينه حتى تعود لي عجينه طريه، وكميه من الملح، ومن تالي شويه تاع زيت. تقدروا تضيفوا سانوج ولا خليط الخبز. نخليه تعود العجينه هكذا طريه كيما قلت لكم، ندهنوها بشويه تاع زيت ونخلوها تخمر. العجينه ما تكونش تلاصق ياسر في الليل، شويه برك. ونجيب كميه من السميد، وفي نفس الوقت الطاجين تاعي راهو يخمر. هذه الكمية وش راح درنا، راح درنا 3 خبزات يعني كبار. راح نجيب انا يعني ندير كل وحده هكذاك شكل دائري خبزات، ونمرمدهم في السميد بهذه الطريقة. ونجيب بابي بوغ ورق الطهي ونحلهم بالحلال. البنات شوفوا تحلوها بالحلال، حلوها على طارئ سمك واحد، يعني تكون واحد 2 سنتيم هكذاك. شوفوا راه فيها ذوك نبولات، كي تشوفوا ذوك نبولات ما تفشوهمش، خلوهم هنا. تعرفي المطلوع نتاعك راه ناجح 100%. راح ديري 10 دقائق يخملك. ومن بعد السر الطياب نتاعو كيفاه. البنات اللي اول مره راح دير الخبز المطلوع ولا اللي مرة ثاني مرة ديري الخبز المطلوع، لا نصحك تهزيه هكذاك بورق الطهي وتخليه يطيب. هنا تبان لك باللي راه تحرق الخبزه، هو البرك ورق الطهي هو اللي راح حمار. نقلبوا الخبزة نتاعنا ونبداو ندوروا فيها بهذاك الشكل حتى تطيب، ونحوشوها في لي كوتي منه لازم تعود الخبزة نتاعنا طايبة. ونسكروها ونقطوها هكذاك هي حامية، خلوها شوية تبرد ونقطعوها. شوفوا العدس نتاعنا كيفاش طاب ما شاء الله، وشوفوا الخبز كيفاش يجي خفيف ومقطن، يعني وصفة ناجحة ما شاء الله. والداخل يجيكم فارق، ما يجيكمش فيه البابا ياسر. يعني ننصحكم بهذا الخبز يجي ما شاء الله، الله يبارك. وانتي واش تحبي ديري نوع سميد ديري، انا درت على القواط. شوفوا كيفاش يجي هذاك الخبز ما شاء الله. وكنت رافقته مع العدس الثاني جاء الله يبارك. انا نظن هذا المطلوع رايحين تعتمدوه في رمضان ان شاء الله. وهنايا روحوا برا نديكم شويه تحويصه خفيفه خرجت. رحت الاميره، سنتر اميره. درت لكم شويه جوله خفيفه، شوفوا معايا قولوا لي نتوما كاش تحضيرات تاع رمضان. هذا الخضار راه في السنتر اميره، صح سلعه ما شاء الله الله يبارك، نقيه تشي على نظر عينك. يعني كما نقولوا خضر تستاهل هذه الاسعار ما شاء الله، كلش نقي وكلش جديد. هنا كنت شريت شويه خضره وش يخصني قضيت. شوفوا مام اللي فرويه عنده الموسميه غير موسميه. وكنت دهمت هنايا واحد الكوسميتيك فيكتوريا سيكريت، طفله يتبيع في السوندر اميره، سلعه ما شاء الله في الاوريجينال تبيع. كنت دخلت لها. شوفوا درت لكم هنا ثاني فيديو لا رايس تقدروا تشروح ليها، يعني تجيب لكم في الاوريجينال. قولوا لي نتوما واش راكم مع تحضيرات رمضان، واش راكم دايرين فيها، واش راكم حابين تشوفوا لي غوسيت. البنات راني راح ندير لكم واحد الوصفه تاع الكيش يعني روعه.
هنايا شوفوا واش راح ندير. راح ندير خلطة سحرية اللي راها نفعتني ياسر في الكوزينة. نحتاج كربونات، نحتاج هذا جيل ماجيك، نحتاج خل كحولي، لازم خل كحولي، نحتاج قرعة فارقة وشوية تاع الكريستو شيفون ميكروفيبر، لازم هذوم لي شيفون. ونجيب هنايا نفرق هذاك الكريستو مع الخل، كمية من الخل، وندير الكربونات. اذا ما عندكش كربونات تقدر تستغني عليه. انا درت هذا جيل ماجيك ريحته تهبل يا البنات. ودرت حوالي ريتلا نتاع الماء، ما يكون حامي يعني يطبخ من النار، ونخلط الخليط مليح مع بعضه ونمسح انا به هذوم المطبخ نتاعي. السائل تقدروا شوفوا ديروا سائل اواني، بصح انا ننصحكم بجيل ماجيك، يعني فيه واحد الريحه تهبل ويخلي واحد لمعان مزينو. هذه راح تسهل لك على الميناج ولا حوايج ياسر. انت كي تجي خارجه من الكوزينه تاعك ديري امسحي بهذه الخلطه، امسحي بها الفايونس الكتروميناجي نتاعك، البوتاجي، لي زيليمون انت واش تحبي يعودوا يشعلوا شعيل. الله يبارك. يعني ننصحكم بها. شوفوا انا كيفاش لابغيونس كيفاش تبان، مسحت بها الميكروند. هكذا كما يكون عندك لا ميناج كبير لا والو. كي تكون عندك هذه الخلطة ديريها، وزيد فيها مكونات سهلة، ماهيش لي تكلف لك. خم لي برودوي